عمرك فكرت بينك وبين نفسك يا ترى انا ليه بتكهرب لما اجي المس التلفزيون؟ طب لما اجي افتح باب الاوكرة بتاعتي في اي باب لاي اوضه، ساعات كده بيجي لسعة كهرباء فجأة. عمرك فكرت او سألت نفسك لسعة الكهرباء اللي جات لك منين؟ ولا سيبك من لسعة الكهرباء، طول عمرنا بنلبس الهدوم الشتوية وبالذات اي ملابس صوفية بالذات، بحس لما اجي البسها او اجي اخلعها من عليا بحس بكهرباء، لسعة كهرباء، لازم احس لسعة كهرباء. هو انا ليه بحس بلسعة الكهرباء دي؟ واصلا الكهرباء دي جت منين؟ والكهرباء دي اصلا ايه مسمياتها عندي؟ هو ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده في الوحده التانية، وهي تاني وحده معايا في منهج اولى اعدادي. واتنقلنا من ايه؟ اتنقلنا من الكيمياء للفيزياء بتاعتي في وحده عندي اسمها وحده الكهرباء. واول درس هدرسه معاك هي القوى الكهربائيه، والحاجات اللي بتشوفها في حياتك دي كلها هي دي النهارده هشرحها لك. يا ترى ليه بتشوفها بالمنظر ده؟ يبقى معنى كده اهو اول حاجه هدرسها هي ايه؟ هي القوى الكهربائيه. بس نكون عارفين ان احنا بندرس اساسيات فيزياء، يعني الحاجات اللي بتاخدها معايا دي لازم تركز فيها كويس جدا. مش بقولك تذاكرها على مدار السنين، بس تاخدها كاساس ليك. ليه؟ اصلا لما اطلع ثانويه عامه هيبقى انا معايا اساس. مدرس الثانويه العامه اصلا مش هيشرح لي فيزياء، اساسيات فيزياء، يقول لي انت كنت واخدها في الاعدادي. لكن انا لو داخله من دلوقتي متاسسه يبقى انا كده هرتاح في الثانويه العامه. طيب يا ترى الكهربائيه اللي بتكلميني عليها دي، الكهرباء اللي بتكلميني عليها دي، يا ترى في منها انواع؟ هقول لك ده انا عندي الكهرباء دي في منها حاجتين، يا كهرباء ساكنه، يا كهرباء ساكنه، يا كهرباء متحركه. طيب بالنسبه للكهرباء الساكنه، ايه الفرق بينها وبين الكهرباء المتحركه؟ ويا ترى ايه اللي عليا السنه دي هدرسه في اولى اعدادي؟ قال لي والله اللي عليا السنه دي هدرسه في اولى اعدادي هي الكهرباء الساكنه فقط لا غير، ده اللي يخصني. طب هي المتحركه دي اصلا درستها؟ اقول لك درستها بس منهج معايا 6 ابتدائي وما يخصنيش. طيب الكهرباء الساكنه يعني وانت في مكانك بتحصل، يعني مش شرط ان الكهرباء تمشي في سلك او انا مثلا بنور نور او بعمل اي حاجه عشان الكهرباء تحصل معايا. هقول لك لا، ساعات وانت واقف مكانك وانت ساكن في مكانك كده بتتحركش ممكن تحصل لك الكهرباء اذ فجاه. طيب الكهرباء الساكنه دي بطلق، هي اسمها بالعربي ايه؟ كهرباء ساكنه، لكن بالانجليش عندي اسمها ايه؟ الكتروستاتيك، الكتروستاتيكيه. يبقى عايزه اعرف يعني ايه الكهرباء الساكنه. طب بالانجليش عن ايه الكتروستاتيك؟ كلمه ستاتيك بالانجليش يعني حاجه ساكنه. يبقى انا هدرس معاك ايه؟ هدرس معاك الكهروستاتيكيه. يبقى انا عايزه اعرف معاك ايه مصطلح الكهروستاتيكيه دي او الكهرباء الساكنه. اللي مش عاجبه كلمه الكهرباء الساكنه ممكن يقول لي كلمه الكتروستاتيك، واللي مش عاجبه كلمه الكتروستاتيك ممكن يقول لي كلمه الكهرباء الساكنه. طيب هي مبدئيا شحنات تراكمت على الهدوم بتاعتي اللي هي الملابس الصوفيه، او لو انا مثلا بفتح المقبض بتاع الباب بتاعي يبقى هي شحنات تراكمت على سطح الحاجه دي، سواء كانت ملابس او سواء مثلا لمست التلفزيون على سطح التلفزيون او مثلا المقبض بتاعي، يبقى هي الشحنات المتراكمه. تاني يبقى انا عايز اعرف معاك يعني ايه كهرباء ساكنه. يبقى هي الشحنات المتراكمه، كانت شحنات مركونه عليك واول ما جات لها الفرصه انها كهربتك. يبقى هي الشحنات المتراكمه. انا لقيتها فين؟ على اسطح الاجسام. طب نتيجه لايه؟ قال لي والله نتيجه لفقد او اكتساب الكترون. الطبيعي اللي احنا خدناه في الكيمياء بتاعتنا الوحده اللي فاتت ان اي ذره معايا دي كان اسمها ذره. ماليش دعوه بقى بتفاصيلها اللي جوه، ما تخصنيش دلوقتي. حاليا اعرف ان اي ذره يعني هي متعادله الشحنه. يعني ايه متعادله الشحنه؟ زي ما اتفقنا كلمه متعادله الشحنه عندي، كلمه متعادله الشحنه عندي يعني انت عندك الشحنات الموجبه قد الشحنات السالبه. بمعنى لو انت عندك مثلا هنا 2 او انت عندك 2 او 3 مثلا من الشحنات، هيبقى انت عندك في السالب برضو 2 او 3 من الشحنات السالبه. يبقى عدد الشحنات الموجبه قد عدد الشحنات السالبه. امتى تحصل الكهرباء؟ قال لي والله لو حصل خلل في الشحنات الكهربائيه.
يبقى هنا هو لو حصل خلل يعني الشحنات الموجبة زيادة عن الشحنات السالبة. ولنفترض ان هي مثلا هنا 3 شحنة موجبة وهنا مثلا 2 شحنة سالبة، يبقى انت كده ده قدها اقول لك لا ده الموجب اكتر من السالب. طب ساعتها هيحصل ايه؟ خلل في الشحنات الكهربائية. يبقى هيحصل معايا كده خلل في الشحنات الكهربائية. طب ساعتها هينتج عنها ايه؟ لا ساعتها هينتج عنها حاجة مهمة عندي اسمها كهرباء ساكنة. يبقى انا اسألك سؤال مهم جدا، هقولك امتى الكهرباء الساكنة او الالكتروستاتيك بتحصل معايا؟ قال لي عندما يحدث خلل في تعادل الشحنات. يبقى عندما يحدث خلل في تعادل الشحنات اللي هي الحته الموجب والحته السالب عندي كده، موجب وسالب اسمها شحنات متعادله. لما يحدث خلل يعني موجب زياده او السالب عندي زياده او العكس صحيح، ساعتها بتحدث ظاهره مهمه جدا عندي اسمها ايه؟ الكهروستاتيك. طيب هل يا ترى في امثله كل يوم بتحصل لي بس انا ما باخدش بالي منها؟ هقول لك وانا بتفتح اكره الباب اتلسعت او اتكهربت، الحقيقه انا اتكهربت، طب بس انا ما موتش فيها. يبقى ساعتها ايه؟ الشعور بكهرباء خفيفه عند لمس مقبض معدني. طب ايه تاني؟ قال لي والله الشعور بصوت ترقعه خفيفه، انا لمست التلفزيون او خلعت الملابس الصيفيه من عليا، ترقعه خفيفه عند خلع الملابس الصوفيه، هتلاحظها امتى؟ قال لي والله انا بلبس الصوف في فصل الشتاء، يبقى هلاحظها اكتر في فصل الشتاء معايا. هاجي اقول لك ليه؟ علل سواء دي او علل سواء دي. قال لي والله اصل انا لما اجي المس الملابس الصوفيه بتاعتي بيحدث تفريغ للشحنه الكهربائيه. ليه؟ قال لي والله خد بالك لحدوث تفريغ للشحنة الكهربائية. طب هل يا ترى بقى عندي طرق تقدر منها تولد حاجة اسمها الالكتروستاتيك او الكهرباء الساكنة؟ قال لي طب يا ترى بقى لما يحدث خلل معايا، انت قلت لي اما عدد الشحنات الموجبة تزيد معايا اما عدد الشحنات السالبة تزيد معايا. طب ساعتها انا ازاي الجسم يتشحن معايا بحيث ان تحصل معايا كهرباء ساكنة؟ قال لي والله لو انا عندي جسم، ادي جسم واحد وعندي جسم 2، اي جسم بقى معايا، قال لي والله انا ممكن ادلك الجسم ده بالجسم ده او ممكن المس الجسم ده بالجسم ده. ساعتها الاحتكاك اللي حصل معايا ده او التدليك اللي حصل معايا ده او التلامس اللي حصل معايا ده هو ممكن يولد ايه؟ ده ممكن يولد كهرباء ساكنه. ساعات كده ما يحصل انت وزميلك، انت بتهزر انت وزميلك ومره واحده وانت معدي جنبيه او خبطت كده جنبيه بالغلط عادي، بلاقي ان هو ايه ده انت كهربتني، ابعد عني انت شكلك مليان كهرباء. تحصل كتير صح؟ طب دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان الجسم واحد اللي هو جسمي انا احتك بزميلي وهو الجسم 2 فنشأ عنها كهرباء، بس الكهرباء دي من النوع ايه؟ الالكتروستاتيك او الكهرباء الساكنة. طب هل يا ترى مين الجسم اللي بيتشحن بالموجب ومين الجسم اللي بيتشحن بالسالب؟ اي كهرباء يبقى لازم يكون عندي شحنات موجبة وشحنات سالبة. قال لي والله خدي بالك لو انا عندي الجسم اللي معاكي فقد الكترونز، يبقى انا كده الجسم عندي، لو انا عندي الجسم او الماده اللي معايا، خد بالك انا هتكلم في مواد، المواد دي الجسم او المواد دي لو بالنسبه لي الماده دي فقدت الكترون، ماليش بقى تقولي ده فلزات لا فلزات لا، دي ما تخصنيش. وانا عندي الماده يا اما اكتسبت الكترون. افكرك في الكيمياء كنا بناخد ان الماده اللي فقدت الكترونز دي الماده دي بسميها عندي فلزات ما تخصنيش، بس ساعتها تحول لحاجه ايه؟ حاجه موجبه. طيب ساعتها كنت بتقولي خدي بالك يتحول لحاجه اسمها ايون موجب، هقول لك ما تلزمنيش في الفيزياء. طب ساعتها تحول لايه؟ لا ساعتها تحول لشحنه موجبه. يبقى الجسم اللي معاك ده هيتشحن بشحنه ايه؟ قال لي خدي بالك ده هيتشحن بشحنه موجبه. طب لو الماده اللي معاك دي اكتسبت الكترون من بره،
ساعتها المادة دي تتحول لإيه؟ ساعتها أنت كنت بتقولي هتحول لحاجة أيون سالب، بس كلمة أيون دي في الكيمياء، بس أنا مش في الكيمياء دلوقتي، أنا إيه؟ أنا في الفيزياء. يبقى تتحول لإيه؟ هيتحول لشحنة سالبة. يبقى امتى الجسم يكتسب شحنة سالبة وامتى الجسم اللي معاك يكتسب شحنة موجبة؟ قال لي والله لو فقد الكترون يبقى هو يتحول لشحنة موجبة او يكتسب معايا شحنة موجبة. طيب لو اكتسب الكترون ساعتها يتحول لشحنة سالبة. طب انت قلت لي ده بيحصل احتكاك معايا ما بين المواد وبعضها او تلامس ما بين المواد وبعضها عشان تنتقل لي الكهرباء الساكنه. هي اصلا الكهرباء اللي انت عماله تكلميني عليها دي والشحنات الكهربائيه اللي عماله تكلميني عليها دي تقاس بجهاز ايه؟ قال لي خدي بالك ده الكهرباء اللي معاكي دي بتقاس بجهاز مهم عندي، يبقى تقاس الشحنات، الشحنات الكهربائية بوحدة أو بجهاز اسمه معايا جهاز الكولوموميتر. هو الاسم الغريب ده؟ هقول لك لا، ما احنا خدنا اصلا في الكهرباء المتحركه في الاولى اعدادي سنه 6 ابتدائي معايا طبعا عشان احنا منهج جديد، لكن تالتة اعدادي لو منهج قديم. قال لي والله اصل الراجل اللي اكتشف حوار الشحنات الكهربائيه وان انت عندك حاجه اسمها شحنه موجبه وان انت عندك حاجه اسمها شحنه سالبه، الراجل ده كان اسمه كولوم. تاني كان اسمه ايه؟ كولوم. يبقى انا قعدت على القهوه على ترابيزه الفيزيائيين في شارع العلماء بس مع العالم كولوم، وحكى لي قصته. قال لي والله يا مس نورهان انا قلت لك يعني كلمه شحنه، قلت له حصل. يبقى وانا اللي استخدمت الجهاز عشان اقيس لك الشحنه دي يا ترى موجبه ولا سالبه معاكي، قلت له حصل. يبقى الجهاز هسميه ايه؟ لا ده الجهاز هسميه معايا اسم كولوموميتر. يبقى اسم الجهاز اللي هستخدمه معاك اسمه ايه؟ كولوموميتر. طيب وحدة القياس انا برضه اللي قلتلك ايه هي الشحنات الكهربائية. طب تخليدا لذكر الراجل، لا ده انا هقيسها بوحدة قياس بتاعتي، ووحدة القياس دي معايا اسمها ايه؟ اسمها كولوم. يبقى تاني، يبقى الجهاز اسمه كولوموميتر ولكن وحدة القياس اسمها كولوم. طب هل يا ترى انا بقى عندي سلسلة اقدر اعرف منها الاجسام بتاعتي بتشحن ازاي؟ هقول لك بس قبل ما تعرف السلسله دي معايا لازم تعرف ان المواد دي انواع، يا ماده بتوصل كهرباء يا ماده مش بتوصل كهرباء، يا ماده بتوصل كهرباء يا ماده عازله او مش بتوصل كهرباء رضية التوصيل للتيار الكهربي. يبقى انا محتاجه اعرف معاك المواد الموصله للكهرباء والمواد العازله او المواد الغير موصله للكهرباء. مبدئيا كان اتفاق اي فلز معاك ده موصل جيد للكهرباء. طيب يبقى جميع الفلزات زي نحاس حديد نيكل كروم الومنيوم كل دي معايا فلزات. طب زي مين؟ زي جزء من الكربون هو اسمه الجرافيت، ده اللي بيوصل كهرباء بس، لكن اي حاجه غير الكربون ده مش بتوصل كهرباء. طب بالنسبه للمواد الغير موصله او المواد العازله، الناس بتوع كهرباء او الناس بتوع هندسه يقولوا لي مواد عزل. طيب ايه مواد عزل دي؟ يعني مواد ما توصلش معايا كهرباء. زي ايه؟ اي حاجه بقى عندك زي خشب زي ورق زي حرير زي صوف زي ابونايت زي زجاج. يبقى كل المواد اللي عندك دي مواد عزل او مش بتوصل تيار كهربي. طب هعرف ازاي اتشحنت معايا؟ قال لي والله عندي السلسله دي بسميها عندي سلسله الالكتروستاتيك. برتب فيها المواد بتاعتي على حسب الفقد والاكتساب. يعني برتب فيها الفقد الاول، بعد كده مثلا انا فقدت مثلا 3 الكترونات، بعدها مثلا 2 الكترون، بعد كده 1 الكترون، بعد كده نزلت تحت خالص. يبقى انا كده برتب السلسله دي بتاعتي. السلسله دي عندي اسمها سلسله ايه؟ السلسله الالكتروستاتيك، يبقى الالكتروستاتيكيه. يبقى انا محتاج اعرف معاك ايه تعريف السلسله الالكتروستاتيك دي. يبقى السلسله الكهروستاتيك، سلسله الكهروستاتيك يبقى هو ترتيب المواد، بس المواد دي ترتبت على ايه؟ على حسب فقد الالكترون بتاعتها. يبقى هي ترتيب
النواه على حسب فقد الكترون عند دلكها ببعضها، بمعنى انا حطيت الموجب في الاول وبعد كده السالب. طب لو عندي مادتين، عندي مثلا ماده اسمها حرير ماده اسمها قطن، وهنشوفهم دلوقتي بقى مين اللي هيتشحن بالموجب ومين اللي هيتشحن بالسالب. دي سميتها في ايه؟ في السلسله الكهروستاتيك. يبقى انا كده محتاجه اعرف معاكي السلسله الكهروستاتيك. اول ماده معايا وهي على حسب اغنيه فيزيائيه معايا زجاج خشب جلد. تاني، زجاج خشب جلد، حرير صوف قطن. زجاج خشب جلد، حرير صوف قطن. تاني، زي ما كان عندي اغاني في الكيمياء انا برضو عندي اغاني في الفيزياء. زجاج خشب جلد، زجاج خشب جلد، حرير صوف قطن. تاني، زجاج خشب جلد، حرير صوف قطن. طب بعد القطن ورق ابونايت. ما تيجي نقولهم مع بعض تاني. زجاج خشب جلد، حرير صوف قطن. زجاج خشب جلد، حرير صوف قطن، ورق ابونايت. طب قال لي والله من فوق تتشحن بشحنه موجبه ومن تحت تتشحن بشحنه سالبه. طيب ساعتها قال لي والله خدي بالك ده ايه ده؟ يعني مثلا لو عندي مادتين، عندي مثلا زجاج احتك او دلك بالخشب، يا ترى مين السالب ومين الموجب معايا؟ قال لي والله لو زجاج وخشب زي ما انت بتقولي، الزجاج ده في اول سالب، ده بيتشحن بشحنه موجبه. طب الخشب لو انا بصيت هلاقيه تحت معاه في السلسله، كنا بنقول زجاج خشب جلد، يبقى ده بيتشحن بشحنه سالبه. يبقى اللي بينزل معايا في السلسله هو ده اللي بيتشحن بشحنه سالبه، واللي بيطلع فوق معايا او بيكون معايا اول حاجه بيتشحن بشحنه موجبه. عندي نظريه في الرياضه وفي الفيزياء بتقولي الحاجات اللي متشابهه تتنافر والحاجات المختلفه تتجاذب. طب بمعنى قال لي والله لو انا عندي شحنه موجبه وموجبه، يبقى انا كده عندي ايه؟ شحنه موجبه. لو انا عندي ادي موجب، شحنه موجبه مع شحنه موجبه، يا ترى ايه اللي بيحصل لها في قانون التجاذب والتنافر؟ قال لي لو موجب وموجب يبقى معنى كده اهو هيحصل معايا تنافر بالمنظر ده. طيب لو جبت مثلا شحنه سالبه، يعني انا معايا شحنه سالبه مع شحنه سالبه، طب هيحصل ايه؟ برضه هيحصل تنافر. طب لو انا جبت لك مثلا شحنه موجبه، ادي موجبه اهو، مع شحنه سالبه، قال لي والله لا ده المختلفات بالنسبه لي تتجاذب، يبقى هيحصل هنا عمليه ايه؟ عمليه تجاذب. عشان لما اجي اقول لك ماذا يحدث للشحنات الآتية طبقا لإيه؟ طبقا لقانون التجاذب والتنافر. القانون ده خد بالك هنطبقه برضه في المغناطيسية بس في الدرس الجديد. يبقى أركز هنا، ده بالنسبة لي أساس للفيزياء بتاعتي. طب هل يا ترى انا عندي تطبيق حياتيه، يعني تطبيق اقدر استخدم فيها الكهروستاتيك دي بتاعتي؟ قال لي والله ده انا عندي حاجه عندي اسمها طلاء المعادن. بمعنى انا مثلا ولنفترض ان انا ورثت من ستي ابريق او براد شاي، خلينا براد شاي. يبقى انا كده عندي طبعا عذرا على الرسم اللي هيترسم، عندي كده براد شاي اهي، ده كده براد شاي، ومفروض انا ورثاه من ستي، يعني كده ده تذكار من ستي، ان كل ما ابص فيه كده افتكر ستي. اللي بيحصل الابريق ده اصلا هلاقي ان لونه كده انطفى معايا ومبقاش ليه بريق معدني زي زمان، وتحس ان هو فيه صدأ كده. طب انا بقى ككيميائيه هخليه مصدي كده اهو، ولا احافظ عليه وارجعه لاصله؟ واحسن منه كمان هقول لك لا ارجعه باصله. طب استخدم ايه؟ قال لي تستخدمي خاصيه الكهروستاتيك في طلاء المعادن. يبقى ده بالنسبه لي معدن، ولا نفترض معدن حديد، صلب، ستانلس، اي حاجه. قال لي والله استخدمت خاصيه الكهروستاتيك دي ان انا مثلا لو الابريق ده مشحون بشحنه سالبه او العكس، لا ده انا هطليه بماده فيها شحنه موجبه. يعني هجيب له كده طلاء هطليه بماده، ادي طلاء، بس الطلاء ده موجود معاه شحنه موجبه. طب موجب مع سالب ايه اللي يحصل معاك؟ قال لي والله الموجب هيلزق مع السالب طبقا لقانون التجاذب والتنافر، هيتجاذبوا مع بعض. يعني معنى كده اهو الصبغه او اللون ده اهو هيلزق في الابريق، يعني معنى كده هرجعه من لونه الباهق اللي هو ما فيهوش لون عندي،
او لونه مدي على صدى هرجعه بقى لون الالومنيا الجديد اللي بيلمع اللي بيبرق اللي هو بريق معدني. يا ما الأهمية في كده؟ قال لي والله الأهمية في كده استطلاء المعادن. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لي والله الجسم بيكون بشحنة سالبة. لو قلت لك ده بشحنة اهي زي ما شحنة سالبة زي ما اتفقنا، هجيب طلاء بشحنة موجبة، او انت ممكن تعمل عكس عادي، هرش عليه طلاء رش رصاص طلاء بشحنة موجبة، هلاقي والله ان الموجب تجاذب مع السالب. طيب هل يا ترى بقى الشحنة اللي عمالة تكلميها عن انت بتقولي عندي شحنة موجبة وشحنة سالبة، هل اصلا ليها اشكال؟ يعني انا لما جيت ادرس كده في الفيزياء قلت انا هدرس الشحنات دي فيها ايه، ويا ترى يعني اتجاهها ايه، يعني ماشي كده ولا رايح كده معايا؟ قال لي والله هتدرسي في 3 اشكال معينة. هذه في شكل الشحنة، لو انا عندي اللوح ده مشحون مثلا بشحنة معينة موجبة او سالبة، او مثلا لوح وشحنه، يا ترى اتجاه الشحنات ماشي ازاي معايا؟ قال لي اول حاله عندي انا هدرس في حاله الشحنه الواحده. لو انا معايا شحنه واحده يعني سواء كانت موجبه او سواء كانت سالبه، يا ترى الخطوط بتاعه الشحنه هتخرج ازاي؟ قال لي والله لقيت ان الموجب معايا ده اهو بيخرج كده اهو بالمنظر ده. طيب السالب؟ لا ده السالب بيدخل لها كأنه رايح لجوه بالمنظر ده كده خطوط القوة الكهربائية. في حاجة عندي في الفيزياء اسمها ايه؟ اسمها المجال الكهربي. قال لي والله خدي بالك المنطقة اللي رسمتها حواليكي دي اسمها منطقة. طب المنطقة دي انا بتكلم في كهرباء، يعني شحنة موجبة وشحنة سالبة، انا كده بتكلم في كهرباء. المنطقة دي هسميها عندي في الفيزياء اسميها عندي ايه؟ حاجة عندي اسمها المجال، بس انا بتكلم في كهرباء صح؟ يبقى المنطقة دي اسمها ايه؟ اسمها المجال الكهربي. يبقى انا محتاجة اعرف معاك يعني ايه كلمة المجال الكهربي. هي منطقة انت قلت لي هي شحنة، والشحنة دي خارج منها يا اسهم خارجة يا اسهم طالعة. طيب المنطقة اللي حواليا دي اسمها ايه؟ اسمها المجال الكهربي. يبقى انا محتاجة اعرف المجال الكهربي هي المنطقة المحيطة، المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربائية. طيب المنطقة دي بقى الحتة دي كلها هتلاقي ان ظهر فيها تأثير الكهرباء معاك. طيب الخطوط اللي كانت داخلة او خارجة، اللي داخلة او خارجة معايا دي سميتها قال لي مش دي اسمها المجال الكهربي؟ قلت له اه. وكان في خطوط معاكي؟ قلت له اه. بس المنطقة دي اسمها مجال الكهربي، يبقى الخطوط دي معايا اسمها ايه؟ اسمها خطوط المجال الكهربي. يبقى انا محتاج اعرف منك يعني ايه خطوط المجال الكهربي. هي خطوط، بس الخطوط دي بتوضح حاجه انا رسمتها بنفسي. بتوضح ايه؟ بتوضح المجال الكهربي. دي حاجه وهميه انا اللي رسمتها، هي كانتش مرسومه بس انا كنت برسمها عشان اوضح لك خارج منين طب داخل منين، ايه التاثير بتاعي. يبقى ايه خطوط المجال الكهربي دي؟ هي خطوط انا رسمتها، حاجه رسمتها بدايه يبقى اسمها خطوط وهميه. توضح ايه؟ توضح قوة المجال الكهربي. يبقى توضح قوة المجال الكهربي. ولو عايز تعرف اكتر عن خطوط المجال الكهربي وتربطها بين الدرس الجديد معاك، عايز تتفرج على التيك توك بتاعي مقارنة واحدة بس ما بين ال3 دروس في الوحدة التانية كلها معايا. تعالوا بقى نرجع لخطوط المجال الكهربي معاك، ويا ترى ازاي اشحن المادة بتاعتي. انت عندك ايه؟ انت عندك يا اما شحنة موجبة يا اما شحنة سالبة، فالخطوط بتكون خارجة من الموجب وداخلة للسالب. طب لو انا عندي مثلا شحنتين، يعني واحدة موجب اهي، واحدة موجب والتانية سالب، يا ترى هتخرج منين وتطلع منين؟ قال لي اول حاجة هي تخرج من الموجب تروح للسالب اهي بالمنظر ده كده، اهي السهم كده بالمنظر ده.
طيب لو العكس، قال لي مثلا دي كده شحنتين مختلفتين. طب لو انا عندي مثلا شحنه متشابهه مع دي، يعني دي سالب ودي سالب، ساعتها الخطوط بتاعت المجال الكهربي هتخرج ازاي؟ قال لي والله هتخرج بالحته دي كده اهو، اهي هتخرج كده اهو، ودي برضو هتخرج كده اهو، اهي بالمنظر ده، مفيش عندي تقاطع اهي. هتلاقي ان الخطوط هنا كان في ان ده بيوصل ده، لا هنا مفيش تقاطع عشان دي تتنافر عن دي بالمنظر ده اهو، كأنها داخلة على السالب اهي. ده منظر في حالة ان انا عندي شحنتين والشحنتين دول متشابهين في الشحنات الكهربائية. طب لو انا عندي مثلا لوحين، بدل ما اجيب لك شحنتين لا انا هجيب لك لوحين، لوح موجب ولوح سالب، يا ترى هرسمه ازاي؟ ادي اللوح الموجب اهو بتاعي وعليه شحنات موجبة اهي، وهرسم لوح تاني بس اللوح ده عليه شحنات سالبة. ترى هيخرج منين ويروح لفين؟ قال لي خدي بالك دايما الشحنة بتخرج من الموجب بتروح للسالب. يبقى هرسم طريقي ازاي؟ هرسم طريق المنظر ده اهو، من الموجب رايح للسالب، من الموجب رايح للسالب، من الموجب رايح للسالب، عشان ممكن يجيب لك رسمه ويقول لك ارسم الخطوط الوهميه او خطوط المجال الكهربي. ساعتها انا هخرج منين واروح لفين؟ قال لي انا هخرج من الشحنه الموجبه وهروح للشحنه السالبه. طيب نفترض انا عندي لوح مشحون وشحنه كهربائيه واحده، بمعنى انا عندي مثلا لوح اهو، ولنفترض ده اللوح ده مشحون بشحنه سالبه بالمنظر ده، وعندي قدامه قصاده شحنة موجبة. يا ترى بقى خطوط المجال الكهربي هتخرج منين وتروح لفين؟ علما بأن الخطوط تخرج من القطب الموجب أو من الشحنة الموجبة وتروح للشحنة السالبة. هستناك في الكومنتات تقول لي يا ترى السهم بتاعي خارج منين ورايح لفين. ناخد بقى الجهاز اللي بيكشف عن وجود شحنة كهربائية، وهو جهاز اسمه الايه؟ اسمه الالكتروسكوب. تاني جهاز اسمه ايه؟ الالكتروسكوب. بالعربي لو احنا مش بنحب الانجليش اسمه الكشاف الكهربي، يبقى بالعربي اسمه الكشاف الكهربي او بالعربي اسمه الالكتروسكوب. طب ايه الاهمية بتاعته؟ ان انا والله لو عندي اي مادة، ابونايت، عندي جلد، عندي صوف، عندي قلم، حتى القلم اللي معايا ده اهو، عايز اشوف القلم ده مشحون ولا لا. القلم ده يا ترى بيتشحن ازاي؟ قال لي والله القلم ده هيشوف مشحون ده ولا لا ازاي؟ عن طريق الجهاز ده، بحطه بس مجرد بحطه على الجهاز بتاعي، الجهاز بتاعي اهو بيكشف لي هل يا ترى بيعمل حاجه يوضح لي انها مشحون كهربائيا ولا غير مشحون كهربائيا. في جهاز اسمه ايه؟ الكشاف الكهربي، وهو عباره عن ايه؟ قرص من النحاس، ده اللي بحط عليه القلم بتاعي اهو، القلم بتاعي اهو. الورقه دي يا اما بتفضل زي ما هي يا اما بتنفرج بالمنظر ده اهو. طيب لو انفرجت بعرف يا ترى القلم ده مشحون بشحنه موجبه ولا شحنه سالبه. تيجي نعرف مع بعض، ولنفترض ان انا كده اهو الكشاف انا شحنته بشحنه معينه، يعني ده مشحون بشحنه موجبه، نفترض انا شحنته بشحنه موجبه. ساعتها لما احط عليه بقى قلم، القلم ده قال لي والله لو القلم ده مشحون بشحنه موجبه زي ما الجهاز مشحون، يبقى معنى كده يحصل عمليه تنافر، ما هي موجب وموجب، يبقى يحصل معايا عمليه تنافر بالمنظر ده. ادي خلطت القلم اهو على الجهاز بتاعي اللي هو اسمه الكشاف الكهربي بالمنظر ده، انا عارفه ان الجهاز مشحون بشحنه موجبه، والقلم اول ما خطيته انا ما اعرفش شحنته ايه، القلم اول ما خطيته على الجهاز راح انفرج معايا ورقه الجهاز. طب معنى ان الجهاز انفرج معايا او انفر معايا او تنافر معايا، يبقى ساعتها كده القلم ده اللي انا خطيته انا ما اعرفش شحنته مشحون بشحنه ايه؟ مشحون بشحنه موجبه. طيب العكس، قال لي والله لو انا خطيت القلم ده انا ما اعرفش مشحون بشحنه ايه، القلم بس القلم ده لما خطيته كده على الجهاز بتاعي لقيت ان الورقه ما انفرجتش، الورقه انضمت لبعضها، الورقه انضمت وانا اصلا الجهاز اصلا من جوه مشحون بشحنه موجبه. يبقى طبيعي القلم اللي هحطه في المنطقه دي في الحته دي كلها هي مشحون بشحنه ايه؟ مشحون بشحنه سالبه. طب هو الجهاز ده اصلا اسمه معايا ايه؟ الجهاز ده اسمه الكشاف الكهربي. اسمه ايه؟
الكشاف الكهربي. طيب الطريقة التانية ان انا عايزة اشحن كهرباء او انا عايزة اولد شحنات كهربائية، تبتدي اول طريقة كان اسمها الشحن بالاحتكاك. قلت لك انا يعني مادة هحكها بمادة اخرى. طب الشحن بالتلامس، قال لي والله انا هجيب مادة مشحونة هلامسها بمادة غير مشحونة ويحصل عن طريق كده اهو الشحنات الكهربائية بتاعتي. طيب يبقى انا كده محتاجة اعرف معاك ايه، محتاجة اعرف معاك يعني ايه الشحن بالتلامس. يعني ايه الشحن بالتلامس؟ قال لي والله الشحن بالتلامس انت هتجيبي مادة غير مشحونة هتلمسيها بجسم مشحون. طب جسم مشحون هينتقل بعض شحنات الجسم المشحون للمادة الغير مشحونة دي، يبقى هي شحن جسم غير مشحون بجسم آخر مشحون. طيب نتيجة لإيه؟ نتيجة للتلامس. طب يا ترى هل انا اقدر اعمل الحاجات دي في بيتنا؟ يعني اقدر اطبقها في بيتنا؟ افرض ما شفتش التلفزيون وهو كهربني او ما احتكتش بزميلي اللي هو كهربني، عايزه اعمل الحاجات دي في بيتنا، اطبقها في بيتنا، يا ترى اطبقها ازاي؟ قال لي والله لو جبت ورق، قصاص من الورق، ورق مقطع، بس الورق ده عملت فيه ايه؟ الورق ده والله جبت مادة صوفية او جبت قلم، خلينا في قلم اهو، ادي قلم اهو، وقعدت احك القلم ده في الصوف بتاعي، قعدت احك كتير جدا، حكيت مثلا 5 دقايق، قمت ملمساه من الورق الصغير انت قصقصته، هتلاقي ان الورق انجذب لطرف القلم بتاعك. بس اهم حاجه انك تحك القلم في الماده الصوفيه دي. طيب ممكن اعملها في حاجه غير القلم؟ اقول لك المشط اللي احنا بنصرح بيه شعرنا، المشط لو انت حكيته جامد قوي وجذبت ليه قصاص من الورق هتلاقي ان الورق منجذبه لطرف المشط بتاعك. ممكن تقعد معاه مثلا دقيقتين 5 دقايق وبعد كده ايه القصاص الورق ده يقع معايا. وبكده دي تجربة عن ايه؟ تجربة عن الكهرباء الساكنة، يعني في كهرباء كانت ساكنة في الملابس بتاعتي. طب يا ترى عندي تطبيقات اقدر اطبق عليها من الكهرباء الساكنة؟ هقول لك طبعا. ساعات كده واحنا ماشيين في الشارع بنشوف عربيات النقل الكبيرة اللي هي التريلات والحاجات اللي زي دي اللي بتشيل حاجات تقيلة، وممكن ساعات اللي هي العربيات اللي بتنقل البترول اللي هي زي التعاون للبترول، بلاعم للبترول، اي عربية بتنقل بترول معايا. قال لي والله لاحظت ان انا بلاقي في سلاسل من الوقود متدلية من العربية دي. يبقى علل تدلي سلاسل معدنية من سيارات نقل الوقود. اقول لك ليه؟ قال لي ما انت ثواني، اصلا دي مليانة شحنة، العربية دي وهي ماشية في الشارع ما تعمل احتكاك بالاسفلت مليانة شحنة ثواني مليانة شحنة وهي اصلا محملة بترول. يعني اي شرر كهربي بسيط ممكن يحصل، يعني ممكن تولع لنا في العربية دي والطريق اللي ماشية عليه وكمان صاحب العربية. طب عشان اتفادى حاجة زي كده، ما خد بالك البترول ده بيتنقل من محافظة لمحافظة او من بلد لبلد مسافات طويلة جدا، ساعتها هعرض السواق وهعرض البترول اللي هو ذات قيمة اقتصادية عالية للحرق كده ان هو يدلع على الارض. اقول لك لا، طب اعمل ايه او اعالجها ازاي؟ قال لي والله اعمل ايه؟ اني افرغها بسلاسل معدنيه. بتعمل ايه؟ قال لي والله هي بتفرغ الشحنات الكهربائيه. طب ليه بتفرغ الشحنات الكهربائيه؟ قال لي لمنع الاشتعال. ما انت خدي بالك ان اي انشار الكهرباء بيسبب الاشتعال، لتفريغ الشحنات الكهربائيه، لمنع معايا ايه؟ لمنع الاشتعال. طيب ايه تاني؟ قال لي والله عندي حاجه اسمها ناطحه السحاب، تبقى كده مباني كبيره قوي فوق 16 دور، ممكن توصل للسحاب معاه. طيب سحاب يعني ثواني، انت اصلا عندك في السحاب شحنات كهربائيه، طب الشحنات دي جبتها من استنتجها من ايه الدليل على كلمتك؟ قال لي والله الدليل ان تلاقي برق ورعد معايا، بيحصل شرر كده وما تلاقي البرق والرعد، يعني معنى كده من الكلام ان السحب دي مليانه شحنات. طب لو ناطحة السحاب وصلت ليها اللي انا بنيتها اكتر، اللي هي اكتر من 16 دور دي، ايه اللي هيحصل لها؟ اقول لك لا، دي حاجة ذات قيمة اقتصادية والناس اللي بتسكن فيها يعني بتدفع الشيء الفلاني، ينفع اضحي بالناس دي كلها او المبنى الكبير ده كله؟ اقول لك لا، ما ينفعش. بس لازم اعمل ايه؟ لازم امنع الشحنات الكهربائيه اللي اتكونت دي. طب هتمنعيها ازاي؟ قال لي والله هعمل حاجه اسمها مانعه الصواعق، ان هي بتمنع او بتفرغ الشحنات الكهربائيه اللي اتكونت فوق المبنى دي، بتفرغها اول باول. ليه؟ لحمايه المنشآت والمباني من ضربات
الصواعق اللي هي الشحنة الموجية والشحنة السالبة الناتجة عن البرق والرعد. وبكده يكون خلص معايا الدرس الأول في الفيزياء. أشوفكم في حلقة جديدة مع بعض في الدرس التاني، وبيتكلم عن قوة جديدة من القوى الطبيعية، من القوى الفيزيائية، وهي القوى المغناطيسية.